السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ومتابعات قصص واقعية مع بسمة ديفا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قضية أو قصة من القضايا التي وقعت بإحدى المدن المملكة. المسطرة ديال اليوم اللي فيها جريمة يندى لها الجبين، جريمة يتعلق الأمر ديالها بجثة شاب مقطع أطراف. وما نطولش عليكم ونبداو في تفاصيل هذه الجريمة النكراء، ونبداو في اطوار البحث اللي عملته الشرطه القضائيه باش يوصلوا للمجرم رغم صعوبه التحريات اللي كانت في هذه الجريمه. بعد الفاصل نلتقي. في سنة 2001 بمدينة الرباط، واحد السيد رجل أعمال عنده واحد المعمل تاع الخياطة، وخدامين معاه بزاف ديال البنات، بزاف ديال العاملات، ومخدم معاه واحد الشاب اللي هو ولد الأخ ديالو، واللي كان الاسم ديالو المهدي. هذا المهدي كان هو الشاف ديال هذا المعمل، لأن هذا السيد صاحب المعمل عنده زوج ديال الأولاد، ولكن كانوا خارج أرض الوطن، كانوا كيتابعوا الدراسة ديالهم في الديار الكندية. قال اللهم نعتمد على ولد خويا قريب ليا ومن دمي ولحمي، وهذا الشاب يكون هو يعني السند ديالي في الغياب ديال الابناء ديالي. وبالفعل المهدي كان واحد الانسان اللي نشيط في المعمل، كان يعني صغيره وكبيره مكلف بها، كان قبل البنات، وكان مشرف على المعمل كامل، الكبيره والصغيره فيه في تفاصيله كاملين، كان كيتصرف كيف ما بغى. المهدي ولا كيتقرب من كل بنت خدامه في المعمل، وكانت اللي رفضاتو تيكون المآل ديالها هو الفصل او طرد، كيطردها من الشغل. حتى لواحد النهار غادي يتعرف على واحد البنت اللي الاسم ديالها جميله، وكانت اسم على مسمى، بالفعل كانت جميله حسب المسطره، وحتى هي كانت خدامه في المعمل. دار معها علاقه وتطورات هذه العلاقه بيناتهم حتى لدرجه ولاو تيفكروا في الزواج، هي بغاتو هو بغاها، ولكن الامور غادي تبدل لما غادي يرجع واحد من ولاد صاحب المعمل. غادي يرجع واحد من الولاد ديال صاحب المعمل من كندا، وهو اللي غادي يتولى تسيير هذا المعمل هذا. هنا شنو غادي يوقع؟ كيف ما قلنا هذه البنت جميله دي كانت فعلا بنت جميله، وكانت بنت جذابه جدا، كانت بالجمال ديالها كانت كتسحر الانظار. ولد مول المعمل شافها عجباتو، بدا كيتقرب منها، وبالفعل تقرب منها ونشأت بيناتهم واحد العلاقه. هنا من لما المهدي عرف بان ولد عمو اللي جا من كندا يعني خدا البنت اللي هو تعلق بها وكان ناوي يتزوجها، وما بقاش قادر يتحمل يشوفهم مع بعض، اضطر انه يخرج من هذه الخدمه هذه، انه غادي يسمح في العمل في هذا المعمل هذا وغادي يخرج. وهنا غادي يبدا يلعب الشيطان في راسو، وغادي يبدا يفكر كيفاش يتخلص منه او من ولد عمو باي طريقه باش تبقى له البنت اللي كان باغي. شنو دار؟ واحد النهار اتصل على هذاك ولد عمو، اي الشاب اللي دخل من كندا، قال لي راني بغيتك وبغيت نتكلم معاك ضروري في واحد الموضوع. الموضوع قال له راه مهم بزاف، المهم ضروري خصك تجي عندي انا في الدار. وبالفعل هذاك ولد عمو هو اللي كما قلنا ولد مول المعمل غادي يجي لعنده، وغادي يجي عنده للدار، وغادي يكونوا جالسين بجوج. شنو غادي يقول له المهدي؟ غيقول له شوف صاحبي، انا ما عنديش ما نخبي عليك، انا هذيك البنت جميله انا راه كنت معاها في علاقه قبل ما تجي انت، وراه كنا ناويين نتزوجوا. وبدا تيقول له هذيك راهي غير طماعه وكذا وكذا، وكيف ما شافني انا وسمحت فيه في الساهل يعني انت ممكن تسمح فيك. وبدا تيوسوس له في مخو، قال له حتى نتايا
راه هنا هذا ولد عمي، هذا الكلام اللي كتسمع راه هو اللي كاين، راه حتى انت راه غتسمح فيك واحد النهار. قال لي ايه مزيان. ومنين قلتي لي هكذا حتى انا راني غير ناوي ندوز بها شي وقت. هذا الولد مول المعمل قال له ما دمتي انت يا خبرتيني وقلتي لي هكا حتى انا راه كنت ناوي غير ندوز بها شي وقت. هذا اللي كان الجواب ديالو حسب المسطره. هنا هذا الشاب المهدي قال لولد عمو، قال له شوف غادي نجيك من الاخر، هذيك البنت جميله انا تنعشقها ومازال تنعشق فيها، وانا اللي كنت معها من الاول، وانت يخصك تبعد منها. كان هذا هو الحوار اللي دار بينه وبين ولد عمو في الدار حسب التصريحات اللي صرح بها الجاني في هذه المسطره. لكن ولد مول المعمل اش قال ليه؟ قال لي شوف حتى انا غادي نجيك من الاخر، انا جميله حكات لي كل شيء، وحكات لي بان كانت عندك علاقه معها ولكن ما عمرها ما بغاتك وما عمرها ما حباتك. هنا هذا الشاب المهدي في هذه اللحظات حس بالاهانه، حس بالشخصيه ديالو تقاس فيها او المشاعر ديالو تقاس فيها، وحس بالخيانه، وعرف راسو ما غادي يصور والو، وما عمر هذيك البنت اللي بغاها غادي تكون ليه. شنو غادي يدير؟ لما ولد عمو اللي هو ولد مول المعمل كان غيخرج من الدار ديال المهدي، غفلو، يعني لما عطاه بالظهر غفلو ضربوه قرعه ديال مشروب غازي خاويه، كان زجاجه ضربوا بها للراس، طاح في البلاصه. غنخليوها هنايا حتى نرجعوها، نخليو كما هي الحكايه هنا حتى نرجعوا لها. واحد النهار شي شباب كانوا كيدرسوا في واحد الثانويه خارجه من مدينه الرباط، اي ما بين الرباط وتماره، كانوا الصباح غادي ندرسوا على طريق السيار اللي تتوجد، يعني على طريق السيار وتتوجد كيوجدوا واحد الكيس كبير على فكره طريق السيار اللي كتوجد في الطريق ديال تماره. الناس ديال تماره كيعرفوها من التحت باش كيطلعوا. المهم تيوجدوا واحد الكيس كبير مرمي يعني ببلاستيك ازرق بجانب طريق السيار، وخارج منه الدم بكثره. تجمعوا عليه الناس، وهنا غادي داك الكيس غيحاولوا يديروا فيه واحد الثقب او خنجه كما كنقولوا، كيوجدوا فيها اطراف بشريه مقطعه. هنا غادي يخبروا الشرطه، وفعلا حضرت الشرطه يعني على وجه السرعه، وغيحضروا معاهم الناس او المسؤولين بالتشخيص القضائي، وحضروا حتى واحد يعني الشرطه العلميه حتى هما غادي يحضروا، وكان واحد الحشد كبير ديال الناس، وكانوا شخصيات منهم من ولي الامن ولايه الرباط، وكذلك حضور كبير اللي حضر في هذه الجريمه. هذه النيابه العامه تدخلات في هذه الجريمه، وبالضبط الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه لا بريغاد ناسيونال دو لا بوليس في المعاينات. من طبيعه الحال هاد لا بريغاد ناسيونال دو لا بوليس جينيسيال كانوا الافراد ديالها كلهم حاضرين، هما اللي غادي يقوموا اللي غادي يفتحوا هذا الكيس هذا، وتيوجدوا فيه واحد الجثه ديال شاب مقطعه الاطراف، وحتى الراس مقطع ومفصول على الجسم. نقلوا الجثه لمستودع الاموات وحددوا الهويه ديال الضحيه. هنا غادي ينتقلوا الشرطه مباشره لعنوان الضحيه، لان بعد ما الشرطه تياخذوا البصمات تيعرضوهم على الناظم الالي اللي تيعطيهم الهويه ديال الشخص، الاسم والنسب والعنوان من طبيعه الحال وجميع المعطيات المتعلقه به، اي اللي تتكون كامله في البطاقه ديال التعريف الوطنيه. طبعا كان صاحب البصمات تيتوفر على بطاقه تعريف وطنيه، ولما الشرطه تعرفوا على العنوان ديال الضحيه تيوجدوا انه هو ولد مول المعمل. مشات الشرطه للبيت ديالهم وغادي يخبروه، غيخبروا الاب ديالو والام
بان ولدهم وجدوه مقتول ومقطع الاطراف. خداوه من مستودع الاموات باش يتاكدوا من الجثه انه ابن ديالهم بالفعل، كان هو الابن ديال مول الشركه. لما تعرفوا عليه وشافوا الجثه هنا بدات التحريات. صاحب المعمل تيقول انا ولدي ما عنده حتى شي عداوه مع شي واحد، لا من بعيد ولا من قريب. كذلك الام تتقول يا ودي ولدنا يلا دخل من كندا هذه تقريبا 3 أشهر وما عنده حتى شي علاقه مع شي واحد ولا عداوه ولا اي شيء، ولدنا انسان مسالم. وبالفعل هنا الشرطه قالوا لهم شنو هي الخدمه ديال ولدكم؟ قال لهم الاب ولدي كان كيخدم معايا في المعمل ديالي، اي المعمل ديال الخياطه. هنا الشرطه غادي ينتقلوا مباشره على هذا المعمل ديال الخياطه وغيبداو تيوسعوا شويه دائره البحث وغيسقسيو العمال والعاملات. هنا الشرطه تيتوصلوا بواحد الافاده تاع ان بعض العمال اللي تيقولوا راه ولد مول المعمل كانت عنده علاقه مع واحد الشابه واللي الاسم ديالها هي جميله وراه خدامه معنا حتى هي هنا في المعمل. هنا الشرطه قال لهم فين هي هاد البنت جميله؟ قالت لهم راه منين سمعنا الخبر ديال الموت ديال ولد مول المعمل من ساعتها ما بقاتش جات للمعمل. الشرطه خداو من داك الروجيستر، يعني الروجيستر ديال العمال. كاين واحد الروجيستر اللي كيكونوا فيه المعلومات على العمال. خداو داك الروجيستر ديال المعمل ولقاو فيه العنوان ديالها، اي المعلومات الكافيه ديالها، وغادي يمشيو عند الدار ديالهم وغادي يسقسيو عليها شنو العلاقه اللي بينك وبين الضحيه اي ولد مول المعمل. حتى هي كانت صريحه معاهم حسب المسطره، قالت لهم ما عندي ما نخبي عليكم، انا كنت معاه وكنا ناويين نتزوجوا. قالوا لها واش عمرو قال لك انه كانت عنده شي عداوه مع شي واحد؟ قالت لهم لا ما عرفتش، ولكن انا غادي نقول لكم واحد القضيه. قالت لهم انا قبل ما نكون معاه في العلاقه كنت مع ولد عمو اللي حتى هو كان خدام في المعمل وكان هو الشاف ديالنا، وراه الاسم ديالو هو المهدي. أن الشرطة رجعوا للمعمل وتسقسيو على هذا المهدي، تيوجدوه بلا خرج تلقائيا من تلقاء نفسه، خرج من المعمل بمعنى ما طردو حد وحتى شي ما حاوزو من المعمل. واحد من الخدامة يعني كيقول الشرطة هو اللي تيحكي هادشي للشرطة. الشرطة هنا غادي يستدعيو المهدي وغادي يقول لهم كنت خدام في هذا المعمل هذا، وهذا المعمل هذا تاع العم ديالي. قال لهم انا كنت خدام ولكن ما بقيتش خدام فيه، كنفكر ندير واحد المشروع خاص بيا وهذا هو السبب اللي خلاني ما نبقاش خدام في هذا المعمل هذا. قالوا لي وشنو كان بينك وبين البنت جميله؟ قالوا ما كان بيني وبينها غير الخير والاحسان، انا بيني وبينها هي كباقي العاملات. قالوا لي زعما واش ما كانش بيناتكم شي علاقه؟ قال لهم لا يا ودي، انا ما كاينش شي بنت اللي دازت معها علاقه تما نهائيا، جميله كانت كيف باقي العاملات، ما كان عندي معها حتى شي علاقه. قالوا لي دابا انت شنو تدير حاليا في الحياه، يعني فاش خدام؟ قال لهم حاليا انا عاد جيت من مدينه خريبكه، من نهار خرجت من المعمل مشيت لعند الوالدين ديالي مدينه خريبكه ويلا جيت من عندهم. هنا الشرطه لما نكر هذا المهدي العلاقه اللي كانت بينه وبين البنت جميله ولاو تيشكوا فيه وكيشكوا في جميع الاقوال ديالو. وهنا بغاو يتاكدوا من انه تيقول انه كان في مدينه قريبكه من نهار خرج من المعمل. واحد الوحده ديال رجال الشرطه غادي ينتقلوا مباشره شي عناصر لمدينه قريبكه وغادي يسقسيو دارهم اخر مره جا ولدكم فيها، عندكم الولد فيها ديالكم وقتاش كان؟ تيقولوا واحد المحضر رسمي بان الابن ديالو ما شافوش مده ديال 4 سنوات،
4 سنوات ما شافوش ولدهم، 4 سنين. هذا جاء على لسان الأهل ديالو. هنا الشرطة واجهوا البنت جميلة وواجهوهم مع بعض، وهو تيقول أبدا واش كانت عندي علاقة بها، وهي تتقول كانت عندي علاقة معه. وبعض العاملات والعمال يعني أفادوا بالشهادة ديالهم وتيدعموا هذا الادعاء أنه كانت عنده علاقة بجميلة. واخا حتى لهنايا الأمور يعني بقى. هنا شنو غادي يديروا الشرطة؟ غادي يجيبوا الوالدين ديال هاد المهدي هذا حتى هما، وغادي يتم واحد المواجهة بيناتهم، وغادي يقولوا لهم، غادي يواجهوا يقولوا له دابا ها والديك حتى هما معاك. الوالدين ديالو قدامه تيواجهوه كيقولوا مدة 4 سنوات ما شفناك ولا جيتي عندنا. هاد السيد هذا وجد نفسه، أو المهدي وجد نفسه محاصر بالأدلة، محاصر بالشهود، محاصر بالشهادة ديال الأهل ديالو، ولقى راسو تورط. هنا قالوا للشرطة فين غادي بهذا الشيء مازال، وفين غادي بهذا الإنكار. الشرطة شنو غادي يديروا هنا؟ غادي ياخذوا واحد الإذن من النيابة العامة بتفتيش المنزل على وجه السرعة، وهو مازال يعني تحت تدابير الحراسية، يعني مازال مقبوط عليه. وغادي ينتقلوا معاه بطبيعة الحال للسكن ديالو، وغادي يوجدوا واحد السكين في واحد الشقة سفلية يعني في الطابق الأرضي. لما دخل الشرطة تيدوروا تيوجدوا داك السوارت ديال داك الكونتاكت ديال الطوموبيل، الساروس ديال الطوموبيل، وغادي يوجدوا الساعة، وغادي يوجدوا البورتفوي أي بزدان فيه البطاقة ديال التعريف الوطني ديال الضحية، وفيه وثائق، وفيه مبلغ مالي، يعني كل شيء باقي محطوط كما هو. قالوا لي تعمل هاد الأمور هذه كاملة. قال لهم هاد الأمور هذه تاع ولد عمي كان عندي هنا من شي أيام، ومنين بغى يخرج راه نسى. غريبة، غيكون نسى البورتفوي ديالو، غيكون نسى الكونتاكت ديال الطوموبيل ديالو باش تحرك، غيكون نسى يعني الساعة ديالو، يعني أمور غريبة. المهم لحد هنا باقي البحث صاري. هنا كيف ما تنقولوا كانت يعني بحال نقولوا واحد النوع الولد تصيد في الإخفاء ديالو يعني الأشياء ديال الضحية. لما سقساو يعني هادو الكونتاكت ديال الطوموبيل ديال السيارة ديال الضحية والسيارة فين هي؟ قال لهم لا ما عنديش انا السيارة. قالوا لي وهاد السوارت راهم عندك، وهاد السوارت بما ان عندك او هاد الكونتاكت اللي عندكم راه ديال السيارة. هنا غادي يجيبوا صاحب المعمل اي الاب ديال الضحية والزوجة ديالو، وغيعرضوا عليهم الساعة. غادي يقولوا وي هاد الساعة ديال ولدنا. البورتفوي بطبيعة الحال واصلا البورتفوي سدجا فيه الوراق ديال الضحية، هذاك معروف ديالو. المفاتيح ديال هذا والسيارة فعلا ديال ولدهم. اذا ما بقاش الانكار. وهنايا المهدي غير كيدخل وكيخرج في الهضره وكيتكلم يعني بلا حجه ولا دليل، ولكن رغم الانكارات تاعو ورغم التحاليل، يعني التحاليل ديال رجال الشرطه، يعني غير كيتلعب على القضاء هكا، وعيا ما يقلب على يعني مخرج باش خرج راسو من هذه القضيه دي، الا انه كيزيد مازال يغرق نفسه ومحاصر بالادله. هنا غادي يعترف بانه هو اللي قتل بن عمو، وقطعوا وهزوا بالسياره، اي السياره ديال الضحيه، ورماه في طريق السيار. قالوا لي فين هي السياره؟ قال لهم السياره يعني عند واحد الصديق ديالو مخبيها. وبالفعل غينتقلوا عند هذا الصديق هذا اللي جابوه ووجدوا عنده السياره. هذه الجريمه كانت فيها اعاده تمثيل الجريمه بطبيعه الحال، وغادي يتحرر واحد المحضر رسمي في حق هذا الشاب المهدي بتهمه القتل العمد مع الاصرار والترصد
والتمثيل بالجثة. علاش مع الإصرار والترصد؟ لأنه بعد ما اعترف أو بعد الاعترافات تاعو تيقول بأنه كانت عنده النية أنه يقتل ويتخلص منه، لأن خدا منه حب حياته الإنسانة اللي كان ناوي يتزوج بها، وأن استدرج وقام بالاستدراج ديالو للدار بنية القتل، وغادي يتقدم للعدالة وغادي يتحكم عليه بالسجن المؤبد. أما الصديق اللي كانت عنده السيارة مخبية غادي يتقدم حتى هو وغادي يتحكم ب3 سنوات بتهمة إخفاء المسروقات. مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعتوا أنه المجرم رغم التحيلات والإنكارات ديالو إلا كانت الأدلة ضده والاعترافات، يعني ماشي هنايا نقولوا الاعتراف سيد الأدلة، بل الأدلة هي سيدة الاعترافات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المسطرة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.